بالنسبة لي كوريا مش مجرد بلد، كوريا أسلوب حياة. تعالوا نشوف كوريا بتظهر في حياتي اليومية ازاي. للي ما يعرفنيش، أهلا، أنا اسمي شيري صفوت وأنا من مصر، وأنا بعمل حاجات كتيرة قوي بصراحة في حياتي وكلهم actually inspired من كوريا. الكي بوب يا جماعة، أنا أصلا عرفت كوريا من الكي بوب، كان في ثالثه اعدادي. ساعتها كانوا طالعين ترندنج جدا. الاول طبعا كان في كلتشر شوك من الالوان الكتير للميك اب للاكسسوارز اللي هما بيلبسوها، بس بعدين بجد حبيتهم جدا، وهم اصلا السبب في ان انا يعني ابقى عايزه اسافر كوريا وابقى عايزه اكتشف حاجات جديده، وحبيت البلد عن طريقهم. البدايه كانت عن طريقهم، وبعد كده بقى بدات احب البلد واحب الاكل واحب الميوزك في العموم والتراديشنال دانسز والجوجاك، وبجد كل حاجه ليها علاقه بكوريا. الكي دراما، انا مدمنه حاجه اسمها كي دراما، اخلص مسلسل اخش في التاني. بجد مسلسلاتهم ممتعه بشكل مش طبيعي، ودايما بيبقى فيه رساله موجهه في اخر المسلسل مهما كان الجانرا بتاعته ايه. بحب قوي الفن بتاعهم، وحرفيا حببوني في التمثيل بسبب تمثيلهم، بسبب طريقتهم في التعبير. يعني فكره اصلا ان العيون بس تقدر ان هي تعبر، وقد ايه هما بجد بيمثلوا حلو جدا. يعني انا برضو من محبين الويب تونز جدا، والويب تون لو محدش يعرف هي اصلها اصلا كوري، بس هي بتترجم انجلش وبتنزل على ابلكيشن الويب تون، لكن الاصل بتاعها هو بيبقى كوري وبتبقى على نافر ويب تون اللي هو الابلكيشن الاصلي بتاعهم. وبجد بقرا ويب تونز وبحس ان خلاص انا روحت في عالم تاني. اصلا كان في ايفنت معمول في المركز الثقافي الكوري، ايفنت للويب تونز وكده، وانا كنت عارفاه لان هي هيل باوند، وانا بحب قوي الويب تون دي. كنت سمعت عنها بس ما قريتهاش يعني، وكانوا بيوزعوا الكتاب بتاعها في ايفنت، بس انا ما عرفتش اروح ساعتها وكنت متضايقه جدا. بس بعد كده راحوا عملوا SNS ايفنت وكسبت فيه الحمد لله، عشان كنت عملت فيديو والفيديو كسب لانه كان حلو يعني. فكسبت الويب تون الاصليه من كوريا يا جماعه. بجد انا ليه قلت كوريا كده، بس حرفيا تدل على سعادتي بالويب تون دي. استنى هوريها لكم. هي يا جماعه، هي العسل دي بجد يا جماعه تحفه، وهي اصليه، هي حتى اصلا مكتوب عليها بالكوري مش مترجمه حتى. وبجد يا جماعه الرسم خطير يا جماعه بجد. طبعا في حاجات بتبقى ملونه وفي حاجات ابيض واسود، بس انا اللي بقراه على الموبايل بيبقى ملون، وبيبقى اصلا من على الابلكيشن بتاع نافر او ويب تون. يعني بقرا شويه بالانجلش شويه بالكوري. يعني الناس اللي بجد مش بتقرا ويب تونز او ما جربتش حتى تقرا ويب تونز، فايتكم كتير يا جماعه. حب حياتي اللغه الكوريه يا جماعه. هل انا محتاجه اتكلم كتير على الموضوع ده؟ بجد يعني انا اصلا عامله الشانل بتاعتي علشان اشرح اللغه الكوريه من كتر حبي ليها. بجد انا اللغه دي I fell in love. كلهم على بعض 40 حرف يعني يا جماعه، ما كده يعني بيخلصوا بسرعه. اللغه الكوريه جميله قوي، انا ما اقدرش اقعد من غير ما اذاكر. ساعات اوريدي ببقى قاعده في حالي كده والاقي نفسي اقول ودي اللي هو انا اتجننت ولا ايه يا جماعه، انا بقيت بكلم نفسي بالكوري. اللي ما نقدرش ان احنا ما نجيبش سيرته الاكل. انا كشخص يا جماعه فود لافر، انا بجد يعني ممكن اكون من اكبر الفود لافرز اللي انتوا هتقابلوهم في حياتكم. بجد الاكل الكوري يعني I can show you هو بجد عامل ازاي من كتر ما هو جامد. يعني انا جربت التوكبوكي، جربت الكيمباب، بولجوجي، الكامزا تشيز كامزا جون اللي هي فطيرة البطاطس بالجبنة، من احلى الحاجات اللي دوقتها في حياتي عامة. يعني برضو عندهم التابتي يا جماعة، فرايتي. كمان الكالتشر بتاع الريستورانتس ان هو بيديلك بانتان، الاطباق الجانبية اللي بتتحط في اي مطاعم كورية، بان هو بينزل لك 5 أو اكتر اطباق جانبية عبارة عن بقى مخلل، بتنجان، بطاطس، كيمتشي. كل ده بيبقى فور فري، يعني ده يعتبر الحاجات الجانبية اللي انت هتاكل بيها. بحب برضو فيهم حتة ان الكبير بياكل الاول، لازم احنا نستنى ان هو ياكل. في معلومة برضو يا جماعة مش عارفة انتوا عارفينها ولا لا، بالنسبة لهم الصوت بتاع السليربينج بتاع النودلز ده هو اكبر انديكيشن ان انت مبسوط جدا وانت بتاكل، وان انت الاكل عاجبك جدا، ويعني انت كده مبسوط يعني في
القعده. فدي بالنسبه لهم حاجه هما بيستغربوها قوي في الاجانب، اللي هو انتوا بتاكلوا النودلز كده من غير صوت؟ فدي برضو معلومه في النص حبيت ان انا اقولها لكم يعني. ما نقدرش برضو ننساها وهي البلد ذات نفسها يا جماعه. انا قاعده هنا في مصر ولكن انا قلبي معاهم هناك حرفيا. قولي ان انا عارفه اماكن كتير هناك، عارفه محافظات كتير. خلاص يعني لو حد مثلا قال لي اروح فين علشان اعمل كذا، انا ممكن اروح اقول له تروح فين عادي جدا، من كتر ما انا خلاص انا عارفه الاماكن في كوريا. عارفه لو انا رحت كوريا بكره مثلا هروح فين وهزور ايه وهقعد في الاوتيل ايه. يعني بجد obsessed يا جماعه. كوريا is not just a country، يعني انا عارفه عنها حاجات كتير قوي. يعني بحسها ان هي بلدي التانية كده. كوريا هناك بيعملوا ايفنتات وليهم فيستيفالز كتير فور فري، والفيستيفالز اللي اتكلمنا عليها بتاعه اليونيفرسيتي ستودنتس بتاعه الكيب اوب ايدولز والحاجات والمهرجانات واوعى وكمان جمدان يا جماعه. القعده على الهان ريفر ذات نفسها وانتوا بتاكلوا راميون بقى ومنسجمين بقى وبتسمعوا ميوزك وبتبصوا للقمر، دي من اكتر التجارب اللي انا اول لما اروح كوريا لازم اعملها بجد. نفس برضو جمال الاحساس واحنا قاعدين على كورنيش النيل بجد. ودول كانوا 7 حاجات بيسمرايز كوريا in my life، وازاي هي بتظهر في حياتي اليومية، وازاي انا بجد كوريا عايشة جوايا مش بس مجرد بلد او مكان على الخريطة. قولولي بقى انتوا بالنسبة لكم ايه اكتر حاجة بتحسسكم ان كوريا موجودة في حياتكم، ايه اكتر حاجة بتحبوها عن كوريا برضو. سيبوهالي في الكومنتس، وشكرا لمشاهدتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.